حل الفوز الذي حققه الدفاع الجديد الدورة الماضية على مولودية وجدة ربما يكون الورقة المهمة لتحقيق الأهم، خصوصا أن هذا الانتصار هو الأول بالميدان بعد 4 أشهر بالتمام والكمال. عبد الرحيم طالب تولى تدريب الفريق في 5 مباريات حقق فيها 9 نقاط، فكيف يرى حظوظ الفريق في الخروج به من منطقة الخطر؟ تنظن ان الان بعد الفوز على وجده وصلنا 24 نقطه مع 3 المقابلات في الملعب ديالنا يكفينا نفوزوا في جوج، يعني 6 نقاط ديال 30 تولي 90% ديال البقاء. الان عندنا 60 الى 65% ديال البقاء. 5 نبحثوا على تنقيط لان فريق 15 نقطه يعني في 18 مقابله، اذا النزول الا بقات 12 مقابله خصك تجيب له ماكسيموم دو بوان. الحمد لله انا اللاعبين استجبوا معنا، درنا طريقه اللعب اللي كتجي مع المؤهلات الفرديه ديالهم، ووجدنا فريق اللي الحمد لله انا في المقابلات كلها مقابلات سد. عبد الرحيم طالب يعلم أن الجانب المعنوي الرهان الأهم لتأكيد توازن الفريق، ويعلم أن مواجهة الرجاء البيضاوي لها حسابات أخرى. كنعرفوا الخصم كيعرفنا، ولكن ما غندخلوش اولا فرحين كثير لان فزنا على وجده، وما ندخلوش خايفين لان غلبوا مع الرجاء. غلبوا مقابله عاديه بالنسبه لنا كجميع المقابلات، كنعرفوا اللاعبين كنعرفوا القوه ديالهم. كيف ما كان الحال حنا نلعبوا نو شونس جوسكو بو. بالطبع اللاعبين متحمسين لان في هذه المقابلات الكبرى ضد فرق كبرى بحال الوداد والرجاء والجيش وما جاورهما. كنظن ان اللاعب لا يحتاج الى الدفع المعنوي من المحيط. الدفاع الجديد بتركيبة بشرية متكاملة سيواجه الرجاء البيضاوي باستثناء غياب لاعب وحيد وهو أنور جيد الذي تعرض للإصابة الدورة الماضية. كنستعدوا كل ما فيه الكفايه باش نديروا واحد النتيجه ايجابيه. حنا كلاعبين ما تنقولوش ما غاديش نربحوا، كنقولوا غادي نربحوا وغادي ننتصروا ان شاء الله، حيت اي لاعب تيطمح باش ينتصر. هما طامحين باش ينتصروا باش يكملوا في الصداره، وحتى حنا طامحين باش ننتصروا باش نخرجوا من هاد الوعكه اللي حنا فيها. يعني نسبه الحظوظ ديالنا في المباراه يعني كاين شي فرق ديال الحسن الجديدي في هذه الدوره الاخيره، يعني حققنا نتيجه ايجابيه امام فريق مولوديه وجده. يعني هذه النتيجه يعني كتعطينا واحد حافز كبير وكتخرج اللاعبين من واحد الضغط النفسي اللي كنا عايشين فيه يعني من طيله البدايه ديال الموسم. يعني في هذه المباراه ديال فريق الرجاء البيضاوي غادي ان شاء الله غادي نبقاو مركزين على هذا النساق ديال المباراه اللي فاتت، وغادي نزكيو النتيجه ديال المباراه ديال فريق مولوديه وجده. مباراة المتناقضات بين الرجاء الطامع باللقب وبين دفاع همه الوحيد الدفاع عن حظوظه في البقاء، في موعد اقتسام النقاط فيه لا يخدم هذا الطرف أو ذاك.